حين يموت يبكي الناس عليه، يبكي الناس عليه كما بكى الناس في يومنا هذا على الشيخ العلامة عبد الرحمن قحطان رحمة الله عليه، بل أن الأرض والسماء تبكي عليه، تبكيه المنابر والمحاريب، تبكيه المساجد، تبكيه المدارس، تبكيه الكتب، تبكيه حلقات العلم، يبكيه من تعلم حرفا بين يديه، تبكيه الطيور، تبكيه حيتان البحر التي كانت دائمة الصلاة عليه والدعاء له وهو يعلم الناس الخير كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مجاهد إمام التفسير قال: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء وبكت عليه الأرض، فقيل له: أو تبكي الأرض؟ فقال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. إن الأرض لن تبكي على العلماء فقط، ستبكي على كل مؤمن، على كل صالح عاش عليها راكعا ساجدا. ثم قال: وما للسماء لا تبكي على عبد كان تكبيره وتسبيحه وتعليمه وصوته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كدوي النحل فيها. واليوم نقول: كيف لا تبكي العيون، كيف لا تبكي الأرض على عالم علم وربى، واجه وقاوم، أنكر وأمر، أصلح ونصح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لما كان صلاح الوجود بالعلماء كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له، فمن سيجبر مصيبتنا في شيخنا؟ يقول يحيى بن جعفر رحمة الله عليه وهو يستشعر المصيبة التي تصاب بها الأمة حين تفقد علما من أعلامها وحاملا للعلم والفقه من حملتها، قال: لو قدرت أن أزيد في عمري لمحمد بن إسماعيل البخاري لفعلت وأعطيته من عمري. فلما قيل له: لم تعطيه عمرا من عمره؟ انظر ماذا قال: قال: فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب للعلم. إخوة الإيمان، العلماء هم غرس الله في هذه الأمة، هم من يبصرها بأمر دينها، هم من ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كم ممن ادعوا أنهم أهل فكر وأنهم أهل تجديد كانوا إذا ما قالوا كلمات عملوا حسابا لردة فعل الشيخ عبد الرحمن قحطان. كم من أصوات سكتت، كم من منظمات اختفت، كم من مفسدين خفت ضوءهم لما نطق الشيخ، لما أصدر فيهم فتوى، لما قال أن كلماتهم ليست من الدين وأنهم من أعداء الحق وأنهم ليسوا من أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. إنهم اليوم سيشعرون بأن الأجواء لهم قد فتحت، ولعل هؤلاء مع فرحتهم نقول لهم: لا تفرحوا كثيرا، فإن ثماره وإن طلابه سيحملون رايته من بعده. فيا أيها الأحبة، يقول حماد بن زيد وهو يفسر قول الله سبحانه جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، قال: إن ممن يريدون هم من يتمنون موت العلماء، من يتمنى أن يزيح الله العالم من بين يديه، من يتمنون موت العلماء هم ممن عناهم الله عز وجل بقوله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقفة وداع بين يدي الشيخ عبد الرحمن قحطان رحمة الله عليه، وداع تئن له القلوب قبل الألسن حين يثلم جسد الأمة ثلمة، وأي ثلمة أعظم من فقدان من كان للأمة ضياء بعلمه ونورا بفقهه وقدوة بفعله وقائدا بدعوته. كان معتزا بدينه فكان مهابا من المحب،
قبل المبغض وإن قل مبغضوه. أحبابه من القادة سواء العسكريين أو السياسيين مهما على مقامهم كانوا يهابونه، بل رأيتم بعيني هاتين أهل العلم بل كبار العلماء في هذه المدينة وهم يقفون بين يديه كالتلاميذ، لا يجامل، لا يتنازل ولا يحابي في الحق. قالها لمن أراد أن يهدئه وأن يخفف من ثورته لنصرة الإسلام والحق. قالها له رجل من باب الحب يوم خرج من السجن بعد أن قاد مسيرة ضد أولئك الذين خرجوا في مدينة تعز يوما يقولون لا إسلام بعد اليوم ولا قرآن بعد اليوم، فواجههم الشيخ بطلابه وأقرانه، فلما أدخلوه السجن وخرج منه قال له أحد طلابه رفقا بنفسه، أراد أن يهدئه، أراد أن يحافظ عليه، فقال له كلمة ينبغي أن تحفظ وبماء الذهب ينبغي أن تكتب. قال له الإسلام حقي وحقك، فإن أردت أن تفرط بحقك ونصيبك فأنت حر ومالك، أما أنا فلن أفرط بحقي وسأدافع عن نصيبي ما حييت. ونشهد الله ونحن على ذلك شهود أنه كان صادقا فيما قال وأنه ظل وفيا لنصيبه في هذا الدين حتى لحظة الموت الأخيرة. ثم قالها لمن اتهمه أنه رجعي، قال أنا رجعي والإسلام دربي، فتقدم أنت نحو الجاهلية. هما طريقان، طريق الرحمن وطريق الشيطان، أنا طريقي طريق الرحمن. قل عني رجعي، قل عني متخلف، قل عني ما شئت من الأوصاف التي تريد أن تسيء وتشين بها حياتي،